على كل حال نظن بلي المغرب اداء اكثر من رائع، وتنبأنا المره اللي فاتت بزوج حوايج لا تذكرت. انا كما كنا انا ومحمد قلنا المنتخب المغربي راح يعيا اكثر لانه راح يلعب مع ايكيب بلو تكنيك. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه قلنا لو كان يحسن من لاتاك رابيد تاعو لا كونتر اتاك يحسن فيها، لان طريقه اللعب تقريبا نفس الطريقه 4-1 4-1 4-1 4-1 رائعه جدا. المنتخب كامل كان ممتاز، ولكن لازم نهضروا بزاف على مرابط اللي كان اداؤه اكثر. انا نظن بلي احسن لاعب في المباراه ماشي احسن لاعب في المنتخب المغربي فقط. نعم، المباراة الثالثة على التوالي ولا الرابعة. نور الدين مرابط، حسين مترف، انت اللي تعرف جيدا منصب وسط الميدان، وايضا محمد قاسي سعيد اللي كان منصبك لما كنت لاعب، انك تلعب بهذا المستوى في تقريبا كل الدورة منذ مباراة كرواتيا. مرابط في نفس المستوى يقدم مباريات رائعة جدا، ان غروس ديبوش دينرجي، يعني ما تقدرش تتصورها فوق ارضية الميدان لانه منصبه يطلب ذلك. ايام الاسترجاع قليلة والمباريات متتالية، لكن شفنا مرابط دائما في الحاضر ودائما يعطي ذلك الدفع لزملائه من أجل أن يكون يعني أول جدار قبل محور الدفاع. شوف، أولا نهنيو المنتخب المغربي والشعب المغربي على مقابلة عالمية ومقابلة رائعة. وابراهيم دياز ميسي، كيقولوا له السيباري. المهم مقابله في الروعه. الهدف الختام ديالها مسك، هدف من كوكب اخر، هدف بمراوغه. الاخر الكابوني ما بقى فاهم والو. ازنو باس ديزيزيف السيباري وقال لهم يهبل فيهم. ما شاء الله السيباري ولا المستوى ديالو تعرف من السيباري. المهم مع ابراهيم دياز، ولكن ابراهيم دياز وما شاء الله عليه. وحاجه واحده اخرى، اليوم الركراكي راهم يخدموا على هذاك الشيء ديال الاخطاء، وخدموا على ديال الاخطاء. وفي الشوط الاول عطات الاكل ديالها. والا شفتوا ابراهيم دياز كان يقعد بوحده ملي حركاش جاب هذاك الهدف ديال التعادل تما تسرحت، وابراهيم دياز خلاوه بوحده ليبر وراهم يخدموا عليها. هذه خدمه، هذه اليوم نقول الركراكي برافو عليك، لانه هذه على بالنا جابوا واحد المدرب ديال الاخطاء وديال هذه تخدمت في التداريب، يعني خدموا عليها في لي كورنين وفي الاخطاء شكون اللي يتيريهم في كل شيء. يعني برافو. اليوم المنتخب المغربي ثبت بانه راه يخدم على واحد الطريقه، يعني تقدر يجيو فوروق ويديروا لك الكيران اللور يبلوكيو اللور، تخدم على الاخطاء. اليوم خدموا على هذه الاخطاء، برافو عليهم. النصيري ولا المستوى ديالو ماركا هدف حتى هو اليوم، يعني تحركت كما نقولوا النصيري عنده. نتمنى له ان شاء الله التوفيق. الكعبي ما خدمتلوش، ولكن الحاجه ما مشاتلوش، يعني ماشي ما الكعبي راه دار دار كير الاخر ما مشاتلوش. هدف ديالو ديال الهدف اللي سجلوه ماشي اورجو. دروك نبداو نحلوا المقابله. المقابله هي الربع ساعه الاولى، هذيك التلفه اللي كانوا تالفين فيها. علاش كان يطلع حكيمي ويطلع مزراوي ويخليهم وراهم الفراغات وحركات والاخر ما يعرفوا فين يمشيو اتجاهات. وزيد امراب حتى هو كان هامل في بريمير ميطو هذيك الربع ساعه الاولى. مي بصح مين جاب حركات هذاك التعادل وتريقلت شويه، ولكن الدوزيام ميطو الى لاحظتوا في الشوط الثاني واش حكيمي فات السونتر ما فاتش. مزراوي كان عنده الحق يفوت من هي. علاش كان حكيمي باغينو يقعد مع حركات، يعني ما خصوش يطلع، لانه لا يطلع يقول لك هذيك الجهه ما متيقينش فيها 100%. نهضروا لا لوجيك ديال كره القدم وتيوريكم تبعتوا كره القدم. زيد امرابط كانت عنده تعليمات ما يفوتش الدويره وما فاتهاش، ما طلعش كاع امرابط. الا شفتوه كان يقعد مع الدفاع. هذه دوك باش خدم على المنظومه الدفاعيه، لانه هذيك الربع ساعه عطاته نظره، لانه لو كان زاد كمل بهذيك الطريقه ديال الهجومات وبجري ممكن كانوا يخربقوك. ولو كان ما سجلش حركات عاود هذاك الهدف اللي ردهم في المقابله لا قدر الله كنت تكون كارثه على الدفاع. هذه تخدمت، ولكن مازال كاين خلل في الدفاع. نهضروا لا لوجيك، يعني دفاعيا مازال خصك، لانه غادي تلعب في لاكوب دافريك تلعب قدام مهاجمين. مي لاطاك والميليو تيرا حاجه رائعه. لاطاك ووسط الميدان وناحي خاص وناحي يعني يخدم الخدمه ديالو الحقيقيه، خصو يعاود يساعد، ما يبقاش غير طالع يعني وتخلي الدفاع، خاصو يساعد. هذه بصح غادي تنخدم في لاكوب دافريك ما غاديش تبقى غير هامل كما نقولوا. لاكوب دافريك تلعب قدام منتخبات لا قدر الله تلعب قدام مصر ولا هذوك عندهم حوايج وعندهم مهاجمين ديالهم قويين، هتطلع ما تخليهم وراك فراغات. مي على العموم الهجوم والميليو تيرا ما عليه والو، خاص تخدم على المنظومه الدفاعيه. علاش اللي تكون في لي كونتراتاك كيفاش خصك دير،
واش خاص اللاكس والاخر غادي. المهم شوف هذاك الشيء تخدم، مي هو هذا الورش ديال اللاكس واجرد هو اللي غادي يكون ورش كبير خاصك تخدم عليه. هما الهجوم ما شاء الله عليهم، ابراهيم دياز عطا واحد الاضافه كبيره. تزيد عندك في الشوط الثاني ما شاء الله تدخل سيباري، عاود ادم ازنو دا الفرصه ديالو، نتمنوا له الخير. تدخل سيباري، تدخل بلال الخنوس اللي معجبني في هذوك الدقائق اللي لعبهم هو سيباري، حركوا نهضروا لوجيك. بوخلال حتى هو حرك الجهه ديالو، حتى هو كنا نتمناو يسجل ما بغاتش. مي على العموم مقابله روعه. شفنا تكتيك، شفنا ربع ساعه لتحت كيفاش كانت، وربع ساعه لتحت كيفاش تبدل التكتيك ديالو ولا التعليمات الحكيمي والمزراوي باش ما يمشيوش بزاف. المزراوي معليش اللي كانوا نقولوا الكعبي، نقولوا الاكرد، كانوا تايقين في اكرد، بصح عطات التعليمات الحكيمي باش ما يفوتش، لانه كون يفوت حكيمي غادي يخلي مورا فراغات، وراكو عارفين تقدر لا قدر الله دير الاخر. وزيد حارس بونو نقض اهداف محققه في الشوط الاول، عطات بدلت المقابله. والحارس بونو معروف، يعني بونو هذه يتالق. مي الورش الكبير هو ديال الدفاع. نتمناو التوفيق للمنتخب المغربي. واليوم عجبوني انا بعدا ما نكذبش عليكم، ابهرونا في النيات. عندهم في لاطاك، يعني شوف الهجوم قادر اي منتخب يدقدقوه. علاش عندك الزلزولي يخرج الزلزولي، هو دخل السيباري دار حاله في هذيك الجهه، والسيباري هو ميليو التيران ومشى تلعب في هذيك الجهه. ادم ازنو حتى هو غيدخل، راكو شوفوا عنده 18 عام وتقاتل معاه هذيك راه 7 دقائق 8 دقائق يلعبها ادم ازنو، تقاتل ما شاء الله عليه. وفي اجواء هذيك الاجواء يعني. الكان المنتخب المغربي يواصل التخطي. تصفيات الكان أسود الأطلس يواصلون تألق باكتساح منتخب الغابون بالخماسية. فاز المنتخب الوطني المغربي على نظيره الغابوني ب5 أهداف مقابل هدف واحد يوم الجمعة بملعب فرانسي فيل ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم أفريقيا لكرة القدم المغرب 2025. الشوط الأول كان سجالا بين المنتخبين، وكان اللعب مفتوح عنوانا رئيسيا نظرا لكثرة الأهداف المسجلة، وكان المنتخب الغابوني السباق للتسجيل في الدقيقة 5 عبر دينيس بوانغا مستغلا خطأ للدفاع المغربي. واستفاق الأسود مبكرا بواسطة المدافع الأوسط جمال حركاسة الذي سجل هدف التعادل برأسه رأسية بديعة في الدقيقة 17. وأضاف النجم الميرينجي إبراهيم دياز ثاني الأهداف الأسود في الدقيقة 21، وعاد ليضاعف النتيجة في الدقيقة 23 لينتهي الشوط الأول بتفوق أسود الأطلس ب3 أهداف ل1. الشوط الثاني كان شوط لتضييع الفرص بامتياز من قبل عناصر المنتخب الوطني، حيث وحاول الهجوم المغربي الوصول إلى شباك الحارس المرمى الغابوني في الدقائق الأولى، لكن التسرع كان سيد الموقف. وفي الدقيقة 81 نجح المهاجم يوسف نصيري في تكريس هيمنة المنتخب الوطني مسجل الهدف الرابع، وأضاف إسماعيل سيباري الهدفا جديدا لمنتخب المغرب في الدقيقة 90 لينتهي اللقاء بتفوق الأسود ب5 أهداف مقابل هدف واحد. جدير بالذكر أن المنتخب الوطني رفع رصيده من النقاط إلى 15 ويتصدر المجموعة الثانية، في حين يحتل الغابون الذي ضمن تأهل للكان في المرتبة الثانية برصيد 7 نقاط.